هتقول ان هو يرجع للاداره. كان بسالك انت ككابتن فريق وعلاقتك مع زمايلك، شايف ان لعيبه النادي الاهلي بالفعل في ظل الضغط ده محتاجين وجود الاستشاري النفسي انه يكون موجود معاكم الفتره الجايه؟ وهل وجوده قبل كده كان فعلا مؤثر مع اللاعبين او بعض اللاعبين؟ شكرا. هو الموضوع ده بالذات هو مهم عامة في فرق العالم كلها موجودة، الاستشاري النفسي موجود. وانت في النادي الاهلي عامة بتلعب بطولات كتير ويبقى عندك ضغوط كتير من الجمهور ومن الاعلام، وطبعا يعني الموضوع ده بيبقى مهم جدا. احنا محتاجين الفترة الجاية طبعا، وان شاء الله هيكون موجود. ان الفترة اللي فاتت الكابتن محمد رمضان شغال من الموضوع ده بشكل كويس جدا. ان النهارده عندك بطولات كتير وبتخش بطولات كتير، كل لعيب بيبقى ليه تركيز معين وعنده ضغوطات معينه وبيفكر ازاي الكلام ده كله. اكيد بنحتاج نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض كلاعيبه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو الدكتور بيبقى موجود معانا ويتكلم معانا، ممكن يبقى عنده وجهه نظر تانيه، ممكن واحد